السلام عليكم أعزائي الكرام. قبل ما نبدأ الفيديو أحب أقول لكم لازم تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. القصة النهاردة هتعجبكم جدا وشيقة، والأفضل ان انتوا تسمعوها للنهاية، ما تجروش الفيديو علشان كل حتة فيها هتعجبكم مهمة جدا جدا. اسمعوا معايا القصة النهاردة عن بنت كانت عايشة في قرية. هي طبعا مش من القاهرة، هي من مدن تانية برا مصر أصلا. بس البنت دي واخدين طباع بلد معينة، عايشة مع أبوها وأمها. كانوا دايما بتحب إن هي عايزة تتعلم، لكن والدها كان بيرفض ان هي تتعلم، وامها هي اللي كانت بتساعدها ونفسها بنتها تحقق اللي هي محققتهوش لنفسها زي التعليم. امها دي كانت متجوزة باباها وهي صغيرة، فهي مش عايزة بنتها تتظلم زيها وتتجوز وهي كانت لسه عندها 15 سنة. فهي قالت لا، انا هخلي بنتي تتعلم عشان تبقى احسن مني وما تشوفش اللي انا شفته في جوازي وانا صغيرة. وبعدين قالت لجوزها انا مش هجوز بنتي صغيرة. لحد ما كبير البلد بتاعتهم، هو كبير يعني في العيلة شوية وفي البلد كلها، عنده شاب هياخد المنصب مكانه، وكان عاوز ان هو يخطب البنت دي. فكانت راحت مع امها وابوها وهي قلقانة جدا وزعلانة ومش عاوزة باباها ان هو يجوزها بدري كده. لحد ما سافرت وكانت راحت المكتبة، كانت بتروح تسرق الكتب يعني بعلم والدتها وكده، بس مجرد ان هي تستعير حاجات بسيطة سريعة كده في المكتبة وتمشي علشان تعرف ان هي تتعلم في السر. كانت امها بتساعدها في السر، وكان في راجل كبير بيساعدها هو وابنه. هي كانت بتشتغل عندهم في البيت، بيطبخوا ليهم ويروقوا، وكانوا بيساعدوا الراجل اللي هو القعيد في الفراش. فكان الراجل ده أساسا كان مدرس قبل ما يتعب ويكبر في السن ويتقاعد، فكان بيساعدها دايما ان هي تدرس، وكانت بتحب الدراسة جدا جدا، وهو كان بيساعدها ويشجعها ويقولها انا هقف معاكي، وممكن اقدر اكلم والدك واقنعه ان هو يخليكي تكملي تعليمك وتبعدي عن الجواز وفكرة الجواز نهائي. بس هي كانت بتخاف جدا لحسن ابوها يغصب عليها اللي هو والدها ويخليها تتجوز غصب عنها وهي عايزة تتعلم. فهم في قانون العيلة بتاعتهم والقرية اللي هي عايشة فيها أصلا مفيش تعليم بنات. كانوا من العقلية القديمة اللي هي ممنوع البنت تتعلم، البنت ليها بيت جوزها وإنها تتجوز وكده، وما ينفعش إن هي تتخطى القانون بتاعهم وإلا هيقتلوها، علشان إن هي بتبوظ القانون اللي هم ماشيين عليه. وغير كده في بنات تانية ممكن تتبع اللي هي بتعمله، بس هم ناس متدينين وملتزمين، وفي اعتقادهم ان هما كده بقى بيمشوا على السنة ايام زمان، وعاوزين بنته تبقى ماشية على نفس المنطق بتاعهم، وان هي تسيبها من التعليم وفكرة التعليم لان هي بنت، فالاصح ان هي تتجوز. وكبير البلد بتاعتهم ده هو برضو نفس النظام، عارف ان هي بنت صغيرة 15 سنة او 16 سنة وعاوز يخطبها لابنه. وابنه ده كان تعبان يعني تعبان يعني ايه، كان هو صغير كان مع والدته توفت قدامه، فهو عنده سبب نفسي، مفكر ان هو السبب في وفاة امه، مفكر ان امه انتحرت بسببه. لكن القصة مختلفة خالص عن ما هم كانوا قايلين له ان امه توفت بسببه او هو كان السبب في وفاة امه، فكان عامل سبب نفسي ليه. بس اول ما شاف البنت دي ارتاح لها وقال هي دي اللي هكمل معاها حياتي، وهعرف ان انا اتخطى معاها كل الصعاب اللي في حياتي وهبقى كويس ونفسيتي هتبقى احسن، وهي اللي هتقدر تساعدني في علاجي ان انا اغير فكرتي عن بقية الستات. وهكذا لحد ما شافها وقال خلاص هي دي. وفي قانون بتاعهم برضو هو تبع
والدها ان هو هيتجوزها، هو عارف ان هي صغيرة في السن، بس قرر برضو ان هو يرتبط بيها لانه خلاص حس ان هي دي الانسانة اللي هتسعده وهتقدر تساعده في علاجه وهكذا. والدكتور بتاعه قال له برضو نفس الحكاية، ان هو لازم يغير من روتينه، عايز يغير من حياته شوية. بس القانون بتاعهم مختلف، في العرف عندهم مختلف عن اي بلد تانية، علشان كده هو هيشوف صعاب كتير جدا معاها، لان هي كل دماغها في التعليم وكده. وهو حاطط في باله برضو ان البنت عندهم مش هينفع انها تتعلم، ولازم تتجوز وتعيش في بيت جوزها، وهو ده الحياة بتاعتهم. واغلب البنات عندهم في البلد بتاعتهم دي على هذا المنطق، وتقريبا كل بلدهم ماشية على النظام ده، ان البنات بيتجوزوا بدري ومفيش عندهم تعليم ولا حاجة. بس البنت دي اللي مشجعها والدتها، لان والدتها وهي صغيرة كانت نفسها تتعلم وتبقى حاجة كبيرة، ومحدش ساعدها ولا حد قدر يقف جنبها. وكانت يعني نفسها تتجوز شخص تاني، فبرضو اهلها خلوها تتجوز انسان هي ما كانتش مختاراه، اللي هو والد بنتها ده. وبعدين قالت انا لازم اخلي بنتي احسن مني وتتعلم. فقعدت تتكلم معاها وقالت لها ما تحطيش في دماغي غير التعليم، لو حتى ههربك ووديكي مثلا امريكا او اي بلد تانية تتعلمي فيها، والاستاذ بتاعك اللي احنا شغالين في بيته هيساعدك ان انتي تسافري برا البلد وان انتي تتعلمي برا وما تتجوزيش ولا اي حاجة. وطبعا مفيش قانون هيوافق بسنها الصغير، فبالتالي مش هتتسجل. فالجواز بتاعهم بيبقى مجرد إشهار وبس، زي الزواج العرفي تقريبا، ان هما بيكتبوا ورق وكده ان هي اتجوزت عشان سنها مش هيسمح. فبعدين قالت خلاص انا هسمع الكلام وهسافر. حصلت ظروف كتير جدا منعتها، وامها حاولت بكل الطرق ان هي تهربها، باباها كان بيكتشفهم، وكم مرة كان بيزعق لامها، وكام مرة يقول لها لو بنتك هربت انتي اللي هتتعاقبي وهبعتك البلد وهناك هيعاقبوكي، وهم ليهم قواعد وقوانين ظالمة جدا. كانت بتخاف ان هي تروح وما تقدرش ان هي تشوف بنتها مرة تانية، وبنتها كانت متعلقة بيها جدا جدا. المهم والدها والراجل اللي هو الحاجة المنصب الكبير يعني اللي هو ابو الشاب ده قرروا خلاص ان هما هيعملوا كتب الكتاب وهتتجوز، وفرشوا لها البيت. وهو كان ملتزم برضو، عنده حياء زايد، وكان كل ما بيفتكر والدته كان بيتعب ونفسيته بتتعب اكتر، وهي كانت بتستغرب هو ليه عامل كده. فعرفت الحكاية بتاعته من الناس اللي حواليه، ان هو كان مفكر نفسه ان هو السبب في انتحار والدته، بس مش هو اللي كان السبب، اللي حواليه هم اللي اقنعوه بكده. ليهم فكرة فيها بس اكيد هتظهر في نهاية الفيديو. فاحنا عايزين نشوف هل هي هتتجوزه فعلا ولا هتهرب وتكمل تعليمها وتبعد عنه. تابعوا معايا، بس ما تنسوش تعملوا لايك برضو. يلا كملوا معايا القصة. وبعدين خلاص جه الوقت اللي هي هيكتبوا كتابها، وفعلا كتبوا الكتاب، وبالفعل راحت عاشت معاه. وأمها كانت يعني متضايقة جدا إن هي هتسيب تعليمها. هو فضل يحاول معاها، ما كانش بيقرب منها خالص عشان عارف إن هي مش عاوزاه، هي دماغها في التعليم، هي حكت له إن هي عايزة تتعلم. فكتر قعاده معاها وهي اساسا عجباه وبيحبها، فحاول ان هو عايز يسعدها باي طريقة. فقال لها خلاص انا هخليكي حرة، يعني هيطلقها ادام هو ده اللي هيسعدك وهتقدري تكملي تعليمك. قالت له يعني بقت مبسوطة منه بعد ما كانت مش فاهمة حاجة ومفيش اي مشاعر تجاهه من ناحيتها. بدأت تحس ان هي مرتاحة، لان هو اداها اهتمام اكتر من اللي ابوها ذات نفسه ما كانش بيديهولها. فكانت على طول تفكر ليه هو بيعمل كده، معقول هو بيحبني بالطريقة دي. فخلاص قرر ان هو
عايز يديها حريتها، فزعلت، حست ان هي خلاص يعني اتعودت عليه. كان دايما يعني كويس معاها في الكلام، بيشكرها على اقل حاجة بتعملها له، وهي مش عارفة تعمل ايه، لان هي برضو مهما كان عقلها لسه صغير، عقلها مش كبير. بس هو كان كل اللي في باله ان هو عايز يرضيها وخلاص، علشان هو بيحبها. فزعلت، وامها قالت لها هو ده اللي احنا اتفقنا عليه، ان انا اخليكي تتعلمي وتطلقي منه. قالت لها يعني ان هو صعبان عليها، ويعني مامتها قالت لها طب انت خلاص حاسه ان انت بدأتي تحسي تجاهه بمشاعر او باي حاجه، لان انت بقالك فتره عايشه معاه. فهي قالت لها هو كويس جدا وبيحبني جدا وبيهتم بيا، و يعني ما كانش بيزعلها علشان هو بيحبها، وهو حاسس فيها ان هي دي يمكن احسن من امه كمان اللي توفت. بس كان العامل النفسي عنده هو اللي كان مؤثر عليه بطريقة كبيرة، علشان كان مفكر ان هو السبب في انتحار امه، ان هي انتحرت بسببه. بس كل اللي حواليه ظلموه بكده. وكان ليه بنت عمه بتحبه جدا جدا، وهو مش شايفها غير ان هي اخت ليه. فكانت دايما بتغير من مراته، وكانت بتحاول دايما توقع بينهم وتعمل بينهم مشاكل، بس هو كان عند قراره ان هو شايفها زي اخته وبس. فمراته جت في مرة قالت له ان بنت عمك بتقولي عليك كلام مش كويس، وان انت هتأذيني، وان انت ممكن تعمل فيا حاجات مش كويسة وتطردني في الشارع وهكذا. وبالفعل قدرت ان هي توقع ما بينهم، وحصلت بينهم مشكلة كبيرة جدا، ووقعتها هي في الموقف. هو فكر ان هي اللي عملت الموقف ده، بس مش هي اللي كانت عاملة حاجة. هي عملت لعبة صغيرة كده عشان بس ما طولش عليكم في القصة. وهو فكر ان مراته هي اللي عملت كده، وده كان بسبب توقيع من بنت عمه. فلما اكتشف، هي قالت له خلاص انا هكتشف لك الحكاية كلها، وهعرفك وهأكد لك ان بنت عمك هي السبب. وبالفعل قدرت بذكائها ان هي توقعها، وعرفت ان هي السبب، واثبتت له، وهي اللي وقعت بلسانها وقالت قدامه ان هي السبب في الموقف ده، وان مراته بريئة. فضل بقى عاوز يصالحها بأي طريقة بأي طريقة، وهي قالت له أنا مش هسامحك بالسهولة دي. فهو قرر ان هو عايز يعمل اي حاجة علشان خاطر ان هو يرضيها. حاول ان هو يجيب لها هدية، خدتها وشكرته وكل حاجة، بس برضو عارف ان هي لسه زعلانة. حاول يرضيها بكل الطرق لحد ما خلاص بقوا كويسين مع بعض، وهو إنسان ملتزم وهي إنسانة ملتزمة وبيحبوا بعض جدا. ولكن هي عايزة تكمل تعليمها، بس للأسف مامتها فضلت وراها لحد ما خلته يطلقها. وفي العرف بتاعهم إن هو أدام طلق يبقى لازم يرتبط بواحدة تانية، وطبعا كلكم عارفين التانية هتبقى مين. أكيد يعني بنت عمه، لأن هي أكتر واحدة بتحبه، هو مش بيحبها. بس في العرف بتاعه، ووالده طبعا غصب عليه إن هو أدام هيطلق يبقى لازم يبقى كاتب كتابه تاني يوم على طول، علشان هو قرر ده برغبته، وهم ما كانوش عاوزين حاجة زي كده. زعلت جدا مراته، وللأسف شافته يوم كاتب كتابه وزعلت جدا، بس ما كانتش عارفة تعمل ايه، لان هي اللي اختارت، هي اللي قررت ان هي تتفصل عنه. وامها كانت حاسة ان هي زعلانة علشان ان هي هتتفصل عنه، بس ما كانتش عارفة تعمل ايه ولا تساعدها ازاي. قالت لها انت سنك لسه صغير، واحنا اتفقنا ان انت هتتعلمي وبس. بس الحكاية ان احنا مش عارفين هي دلوقتي المفروض ان هي تكمل تعليمها افضل، ولا تعيش معاه وتكمل تعليمها. بس لسه برضو هي صغيرة، وما ينفعش في قانونهم انه هي متجوزة ان هي تتعلم. فهي هتفكر تاني وتراجع نفسها، وهتفضل برضو زعلانة ما بين ان هي تحقق حلم امها وتكمل تعليمها، ولا تفضل معاه وترجع له تاني بعد ما هو هيتجوز بنت عمه. وطبعا هو مش بيحب بنت عمه، بيقعد معاها وهو عقله كله مع
البنت التانية اللي هي كانت خلاص مراته، فهو هيأقلم نفسه، والتانية عارفة بس مش هتقدر تتكلم، علشان خلاص هو اتجوز بنت عمه، فهي ما عليها غير ان هي تحاول بقى تفكر ان هي ترجع لتعليمها ازاي، وراحت للأستاذ اللي هيساعدها في ان هي تتعلم. ولكن القصة هتبقى مؤثرة عليها جدا وعليه هو كمان، لان هي كانت مفكرة ان هي خلاص هتبقى طوق النجاة ليه، وهي اللي هتساعده في علاجه، وهو ما بقاش حاطط في باله غير ان هي دي اللي هتساعده، ونفسه يرجع لها بأي طريقة. فهي بقت بين خيارين اتنين، يا اما تسافر وتكمل تعليمها وتتفصل عنه، يا اما ترجع له وتتخلى عن تعليمها وتقدر ان هي تعالجه. وهو ده اللي هتقدر تعمله بالفعل. علاجها هيساعدها في ان هي ليه، يعني علاجها ليه هيساعدها ان هي تكمل تعليمها، لان هي كانت نفسها ان هي تبقى دكتورة، فبالتالي هتبقى دكتورة نفسية، وهيبقى هو الحالة اللي هتعمل عليها المشروع بتاعها، وهتبقى شاطرة، وهيبقى هو قدوتها. ومامتها هتبقى مبسوطة منها جدا جدا ان هي قدرت تختار الصح، ويعتبر يعني ضربت عصفورين بحجر واحد، ويعتبر هو كده اللي ساعدها. وكانت قصتهم شيقة وممتعة ومفيدة لنا وليكم. مع السلامة. ايه، كل اللك اللي انا لكيته ده مش هينفع.